لكن انا كنت عايز اضيف شيء. كان نفسي صوتي يوصل السيد المحافظ عادل غضبان. النهارده عشان اي منظومه رياضيه تنجح لازم يكون فيها متوفر فيها 3 شروط: شق مالي وشق اداري وشق فني. في ظل وجود المحافظ احمد عبد الله وفي ظل وجود سماح قنديل كانت ماشيه العمليه منظومه متكامله جدا. النادي المريخ قايم بعمليه الفنيات بتاعه، المجلس الاداره قايم بالعمليه الاداريه بتاعته، وكان المحافظ المحافظ احمد عبد الله او اللواء سماح الاثنين كانوا بيدعمونا. لكن حصل انهيار في نادي المريخ. الانهيار اللي حصل نتيجه وجود سياده المحافظ مجدي نصر الدين في محافظه لبورسعيد لمده سنه، لان فعلا الراجل ما قامش بدوره ولا قام بمجهوده ناحيه نادي المريخ. لذلك نادي المريخ السنه دي مش بينافس، على الرغم ان عنده اكفأ جهاز اداري واكفأ جهاز فني، لكن مش هينافس لان الهرم راح منه حاجه. راح من الازمه في دعم المحافظ من الناحيه النفسيه والناحيه الماليه، وده اثرت على المريخ جامد. فلسه النهارده يمكن في تداخل مع القناه الرابعه قلت ان الحمد لله ان المريخ ما وصلش في عهد مجدي نصر الدين الى دوري الدرجه الثالثه، لان كان ممكن يوصل لدوري الدرجه الثالثه في وجود مجدي نصر الدين. فانا بقول لسياده اللي هو مجدي انا بشكره انه قام بواجبه كمحافظ لبورسعيد، لكن لا، مجدي نصر الدين كان هيضيع الكره في بورسعيد. وانا النهارده بقول في ظل وجود سماح اللي هو سماح وفي ظل وجود اللي هو احمد عبد الله المريخ نافس على الترقي. المريخ وصل 16 كاس مصر، المريخ وصل لماتش نهائي على اللي يطلع الممتاز، لكن في وصول اللي هو مجدي في انهيار كامل لنادي المريخ. والنهارده حتى انا ببعت لسياده اللي هو عادل غضبان اللي هو ادار بورسعيد في اسوأ حالاتها وقدر يطلع بها لبر الامان. محافظ بورسعيد المريخ عنده 810 ناشئ وعنده 16 لعبه. يا سياده المحافظ لو قل الدعم المالي للمريخ هضطر اسفا ان انا الغي العاب والغي بخلي من 810 اخليهم 400. وانا اسف، ال 400 التانيين هيروحوا فين؟ هل النهارده ال 400 التانيين هيبقوا خلاص ومشوا؟ هيتجهوا للتسول والانحراف والبانجو والاشياء الوحشه، وربنا ما يكملوا وينضموا لخلايا اخوانيه او خليه داعش، حاجات فعلا تسيء. نادي المريخ النهارده لامم كميه من الناشئين من سن 10 سنين لسن 21 سنه، وده اعمار فعلا صعبه، اعمار تكوين شخصيه. فاذا كان النهارده سياده المحافظ مجدي نصر الدين فعلا عمل شرخ كبير في جدران نادي المريخ، بطلب المحافظ الخلوق عادل غضبان ان يساوي الشرخ ده ويحاول يرممه ويلمه. نادي المريخ جزء لا يتجزأ من بورسعيد، ونادي المريخ جزء لا يتجزأ من النادي المصري، والنادي المريخ لو مش متواجد النادي المصري مش هيبقى متواجد معانا لزمن اخر. شكرا.